مساء الخير عليكم يا احلى متابعين. وحشتوني كتير قوي 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 من اخر مره نزلنا فيها وصفات. بجد وحشني الكلام معاكم، وحشني الوصفات المفيده المبسطه اللي احنا بنعملها مع بعض بطرق بسيطه، بطرق مختلفه، نقدر ندير حياتنا وبيتنا باقل التكاليف. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه واخواننا المسيحيين طيبين، وسنه سعيده علينا كلنا. يا رب تكون سنة الخير والتفاؤل يا رب عليكم كلكم، وكل اللي نفسه في حاجة تتحقق، وكل اللي نفسه يجيب حاجة، يشتري حاجة، يعمل أمنية، يا رب إن شاء الله تتحقق بإذن الله. معانا هنا طبعا بقى نرجع لوصفتنا الجميلة. اللفت طبعا عايزه اقول لكم انا عملته السنه اللي فاتت، عمل قلبان على اليوتيوب، وبيني وبينكم كمان يعني عمل قلبان كمان على الفيس. يعني بصوا، بس على اليوتيوب كانوا بصوا الناس كلها زي ما يكون كانت هتطلعني ترند. انا نفسي قوي قوي اطلع ترند. بصوا بقى، انا جبت الكميه بتاعتي من اللفت. تقدري طبعا تجيبي الكميه اللي انت عايزاها. انا طبعا عملته كله، والله والله كل اللي عمله شهاده، قال لي تحفه من اول واحده لاخر واحده، رغم ان هم جايبين كميه. يعني انا جايبه 10 كيلو، هم كانوا جايبين كميه من اول واحده لاخر واحده، كانت مقرمشه وطعمها جميل وكان تحفه بجد. بصوا بقى، احنا طبعا غسلناه من الطينه، غسلناه كويس جدا، وقشرنا الحته، يعني شلنا الحته البوزه اللي فوق دي، او في شعيرات قشريها زي البطاطس، يعني كحتيها كده زي ما انت شايفه معايا كده، وتقطعيه دواير. لو في اي حته مش حلوه بتشيليها عادي بسكينه. معانا هنا تقطعيها كده دواير الاول، بس تخليها تكون تخينه، الدوائر تخينه والصباع يكون تخين. احنا معانا هنا هنقطع، ممكن تقطعي بالسكينه وممكن تقطعي بالقطاعه. القطاعه دي موجوده عند مستلزمات الادوات المنزليه. تقدري تقطعي بالسكينه عادي، مش لازم يعني تجيبي وتدوري عليها ولا اي حاجه، بس هي متوفره في كل حته. هنا زي ما انت شايفه قطعت شويه بالسكينه وقطعت شويه بالسكينه. ايه ده قطعت شويه بالقطاعه وقطعت شويه بالسكينه. عايزه اقول لكم تقطعوا هنا. انا قطعت مثلا الدايره زي ما انت شايفه كده على 4 صوابع. انا عايزه الصابع التخين كده، مش عايزاه رفيع خالص، واياكي تعمليه رفيع هيبوظ معاكي وهتلاقيه بشلل كده معاكي واتهرى منك. فقطعت الكميه بتاعتي بقى، قعدت بقى ايه، وقطعت الكميه بتاعتي كلها لانها كانت 10 كيلو. بصراحه انا ما كنتش هجيب بنجر، انا السنه اللي فاتت ما عملتوش ببنجر، انا بس لقيت بنجرايه في وسط الراجل، حب يعني يعمل معايا واجب، راح حاطط لي بنجرايه في وسط اللفت. هنا حطيت بقى ايه 5 معالق كبار من الملح، وحطيت الطبق التاني 5 معالق كبار من الملح، يعني بمعدل كيس من الملح اللي هو ابو 3 جنيه. هو كان ب2 جنيه، بقى ب3 جنيه تقريبا دلوقتي. هنا دي الهريسه اللي احنا عملناها مع بعض، فرزناها مع بعض. حطيت معلقتين كبار من اللي هي معلقه الاكل العاديه، حطيت معلقتين كبار هنا ومعلقتين كبار هنا. والتركه بقى المهمه جدا جدا جدا، ربع كوبايه من الخل. والله ما تخافي تحطي خل ولا بيهري، بالعكس ده بيخليه مقرمش معاك. بتقطمي كده اللفت اكنه بتقطمي خيارايه. انت عارفه الخيارايه لما بتتخلل كده بتتقطم معاكي، بيخليه صابح معاكي ويفضل معاكي اطول وقت ممكن. وكمان مادة حافظة. لو هو مركز ربع كوباية من الكوباية بتاعت القهوة. لو مش مركز قوي، تحطي نص كوباية على المقدار بتاعك. يعني انا حطيت ربع كوباية هنا وربع كوباية هنا، وقلبته زي ما انت شايفة كده معايا. طبعا الهريسة حراقة فحطيت كلافز. هنا بصي بقى، سبته نص ساعة. بصي المية، بك المية بتاعته، نزل المية بتاعته، العصارة بتاعته، اوعي ترمي المية دي. ده هو ده المفيد كله، ده هو بصوا المفيد كله في الميه اللي نازله منه دي الفوائد كلها. مش عايزه اقول لكم طبعا اللفت فوائده كتيره جدا وعديده جدا، فطبعا كويس جدا وما تقلقوش، وما بيتعبش القولون ولا اي حاجه خالص، بالعكس.
بصي عايزه اقول لك على حاجه بقى، انا مش لاقيه، قعدت اقسم بالله اليوم اللي عملت فيه ده قعدت 4 ساعات ادور على البطرمان الكبير اللي بخلل فيه، ما لقيتوش. رحت جايبه بقى ايه الحاجات اللي هي كنت بعمل فيها الكحك والبسكوت والعلب الكبيره قوي دي حوالي بتشيل 5 كيلو حرفيا، والله العظيم بتشيل حوالي 5 كيلو. رحت بقى حاطه هنا الرصه كده زي ما انت شايفه كده، حطيت اللفت، قولوا معايا كده ساعدوني. وبقى شويه قلت مش مستاهله ان انا احط طبعا في بطرمان كبير او علبه كبيره، جبت بطرمان صغير كان موجود عندي كده. وطبعا بتقعدي تضغطي عليه كده عشان هو اصلا بياخد مكان وحيز، واصلا لما بتحطي له الميه بتاعته بيكش جوه الحاجه، يعني بتلاقيه هبط كده ونزل لتحت. فبدات ازنق كده واحشر كده اللفت بتاعي زي ما انتوا شايفين، والميه اللي نزلت منه دي بحطها عليه طبعا ما بسيبوش. انا في الوقت ده كنت مبرده ميه، يعني تغلي ميه وتسيبيها تبرد خالص، اوعي تحطيها سخنه. انا عايزه الميه تكون متعقمه ومغليه على درجه حراره 180 ولا 360 بيقولوا ودرجه حراره تغلي يعني لدرجه الغليان، وتسيبيها تبرد خالص مع يعني راحتها كده تسيبيها، يعني لازم تبرد خالص، لان لو انت حطيتيه الميه سخنه هيهري معاكي اللفت. دي مهمه جدا، سيبي الميه تبرد خالص، ان شاء الله تسقع. فاهمه ازاي؟ احنا بس بنغليها عشان نعقم الميه واللفت بتاعي ما يريمش معايا ويقعد اطول وقت ممكن. انا بديكوا تريكات مهمه جدا في التخليل تحفه. نيجي بقى نعمل الميه بتاعتنا السخنه اللي احنا عملناها، بس هي بردت دلوقتي، ركزي معايا هي باردة. هنا حطينا حوالي 3 معالق من الملح اللي هي الكبار دي، اللي هي معلقة الأكل العادية اللي احنا بناكل منها. ودقت كده المية بتاعتها الحدوقية يعني بتاعتها، لقيتها مظبوطة. مش لازم تكوني حاطة ملح يبقى كتير، هي كفاية قوي، لأن احنا حاطين ملح ما تنسيش على اللفت مباشرة يعني. هنا بقى حطيت ميه، انا شلت واحده كده بس عشان ايه افتح كده عين كده تنزل الميه تحت. وقفلنا بقى البطرمانات بتاعتنا والعلبه بتاعتنا كده، نظبط بقى الميه بتاعتنا وننضف الدنيا كده. وتقدري بعد 3 ايام تفتحي عليه، لان هتلاقي الميه قلت منه، لان احنا لما قفلنا الغطا بتاعه ضغط الهواء طلع الميه وخلاه سرب ميه. وتقدري تزوديه ميه مغليه تاني تكون بارده مسبقا، حلوه مسبقا. انا مش عارفه بتكلم لغه عربيه ولا عاميه. وبعد 7 ايام تقدري تفتحي عليه وتاكليه بالف هنا وشفا. وما تنسوش تحطوا لي لايك وتكتبوا لي كومنت جميل زيكم، وتشيروا الفيديو لاصحابكم. وباي باي.